يا نهار اسود ومنيل، اهرب على فين؟ من تحت عقب الباب مش هيجي على مقاسي. لما نزلت الفيديو ده لقيت كذا تعليق بينصحوني فيه. الاخوه يعني بيقولوا لي ما ينفعش تقول يا نهار اسود ومنيل لان ربنا قال لا تسبوا الدهر فاني انا الدهر. واولا جزاكم الله كل الخير ان انتوا بتنصحوني ودايما واقفين ورايا حتى ولو كان بالنصيحه. عايز اقول ان ينفع اقول عادي يا نهار اسود ومنيل. سب الدهر ممنوع لو كان من باب السخط على الله، يعني انا بسب اليوم اعتراضا على قضاء الله. لكن لو كنت انا بوصف اليوم ده يجوز، وده مش من ضمن السب اصلا. ربنا عز وجل قال في يوم نحس مستمر، قال في ايام النحسات، يعني في ايام نحس، ايام شق. ده كان يوم منيل، ده كان يوم اسود. انت ما تقصدش تسب اليوم او تسب الظهر، انت قصدك ان انت توصف الحالة. ده حصل اصلا في القرآن، واللي انا عملته ما فيهوش اي حرمانيه. كنت واخد جدا بالي من وانا بقول وعارف الحكم الشرعي. نهايه شكرا جدا ليكم، ويا ريت توصلوا المعلومه دي لغيركم. كلنا عارفين حديث لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. فهل ده معناه إن ربنا هو الدهر؟ طبعا لا، لأن الدهر هو الزمن، والزمن مخلوق، وربنا هو الخالق لكل شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنت لما تعتقد إن ربنا هو الدهر، ده اعتقاد وحش خالص وجدا. أمال إيه معنى حديث فإني أنا الدهر؟ علماء قالوا إن ده مجاز، إني أنا الدهر يعني صاحب الدهر، أنا اللي خالق الزمان. وده لأن العرب في الجاهلية كانوا بيسبوا الأيام من باب السخط، يعني لما واحد يتعرض لحاجة وحشة يسب اليوم اعتراضا على الأيام الصعبة اللي شافها، كأنه بينسب الأفعال للزمن. أيام ملهاش أي ذنب، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مقدر المقادير. فأنت لما تسب الأيام كأنك بتسب ربنا، حاشا لله. دليل على ذلك إن بقية الحديث قال إني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أنت بتسب اليوم اعتراضا على المقادير، كأنك بتسخط على الله وكأنك بتسب ربنا. لكن لو مجرد وصف ما فيهاش مشكلة، زي ما ربنا عز وجل قال في يوم نحس مستمر إني أنا الدهر، يعني أنا صاحب الدهر، مش ربنا هو الدهر. ليس من أسماء الله الحسنى إن هو اسمه الدهر واسمه الزمن. أنا عملت اللي عليا، اعمل أنت اللي عليك بقى، ووصل المعلومة دي لغيرك، لأن كتير فاهمين الحديث غلط. إيه رأيك في التعدد يا شيخ؟ السؤال ده ملغم، وارد جدا يكون من أم مالك، وممكن أقول الإجابة الغلط ربنا يغضب عليا، وممكن أقول الإجابة الصح أم مالك تزعل مني وتكون لي بالمرصاد. يا نهار اسود ومنيل، أهرب على فين؟ من تحت عقب الباب مش هيجي على مقاسي. طيب بعيد عن الهزار، التعدد من الإسلام. ربنا قال مثنى وثلاثة ورباع، لكن التعدد مش بإطلاق. لازم الإنسان يعدل، لو هيتجوز أكتر من واحدة لازم يعدل. ربنا عز وجل قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طب العدل ده متحقق؟ من الإنسان ممكن يحققه عادي جدا. العدل اللي ربنا يقصده في الآية دي اللي هو العدل المادي، أنا بصرف على دي زي ما بصرف على دي، ما بظلمش الاتنين، ما بتفاوتش في المعاملة بين الاتنين. لكن لما ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يقصد المحبة والعدل القلبي. الإنسان لو اتجوز أكتر من واحدة صعب بل استحالة إن هو يحبهم الاتنين بنفس القدر، والعدل ده الإنسان مش مسؤول عنه قدام ربنا. لكن التعدد من الإسلام، لكن مش موجود في الإسلام بإطلاق. له شرط، وشرط صعب جدا كمان. وربنا يستر لما الفيديو ده ينزل، ولو غبت عنكم بلغوا الشرطة.